أسامة أنور عكاشة كاتب وصحفي وروائي وكاتب سيناريو مصري، هو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، واعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والوطن العربي. هو من مواليد 27 يوليو 1941 طنطا، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس كفر الشيخ، والوفاة 28 مايو 2010 حيث كان يعمل والده، وتوفى والدته وهو لا يتجاوز السادسة من العمر، وكان ذلك الحرمان الأكبر له أكبر الأثر في شخصيته من خلال الحب الذي جسده في كل أعماله، كان بيعوض ما حرم منه في الطفولة. حصل أسامة أنور عكاشة على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس سنة 1962. عمل بعد تخرجه أخصائي اجتماعي في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسا في مدرسة بمحافظة أسيوط، وذلك بفترة من 63 ل 64، ثم انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ. انتقل بعد ذلك للعمل كأخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر من سنة 66 ل 82. عندما قدم استقالته يتفرغ للكتابة والتأليف، وله الكثير من الأعمال الروائية خارج الدنيا، مجموعة قصصية صدرت 67، أحلام في برج بابل رواية صدرت 73، ومقاطع من أغاني قديمة قصص مجموعة قصصية صدرت في 85، منخفض الهند الموسمي رواية صدرت في 2001، سوناتا لتشرين رواية برضو صدرت في 2010. ومن أعماله الدرامية على أبواب المدينة والمشربية والحب وأشياء أخرى، ضمير أبلة حكمة، وأدرك شهريار الصباح، أنا وإنت وبابا في المشمش، الراية البيضاء، وقال البحر، الشهد والدموع، ليالي الحلمية، زيزينيا، امرأة من زمن الحب، كناريا وشركاء، أميرة في عابدين، المصروية، رحلة أبو العلا البشري، امرأة من زمن الحب، وما زال النيل يجري، راجعين يا هوى، أبو العلا البشري، 90، طيور الصيف، عصفور النار، عفاريت السيالة، النوة، أهالينا، كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، دماء على الأسفلت، الإسكندراني، الطعم والسنارة، الباب الأخضر. من أعماله المسرحية القانون وسيادته، البحر بيضحك ليه، الناس اللي في الثالث. توفى الكاتب والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة يوم الجمعة 28 مايو 2010 أثناء وجوده في غرفة العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، اللي دخلها قبل أيام من وفاته. وعن سبب تميزه سعة الاطلاع، مسار مختلف، الارتباط بالمكان، الاهتمام بالماضي، الارتباط بالمجتمع، الاهتمام باستمرار العمل أدبيا، وكان كاتب للقصة القصيرة، ثم اتجه للدراما حتى صار عميدا لها، وأحدث نقلة نوعية في مستواها وقضاياها، وتناول دراما أسامة أنور عكاشة الكثير من الهموم والقضايا، وأعماله أصبحت أيقونة من أيقونات الشاشة الصغيرة من خلال الأعمال الدرامية، ودخل إلى قلوب الجميع. كان يضع دراما من لحم ودم، كان الأبرز بين كتاب الدراما. تزوج الزوجة الأولى سهير محمد، وأنجب منها هشام الذي يعمل في مجال الإخراج، ونسرين مذيعة الراديو الشهيرة. وتزوج من الفنانة عبير منير، وكان أول لقاء لها قالت إن هو كانت شغالة مع المخرجة أنعام محمد علي، واستقبلها على المسرح وقال لها لازم نشتغل مع بعض في مسلسل كناريا، وسألها عن رد فعلها، وقالت له عندي ظروف وسافرت أمريكا، ورجعت تاني وطلبها في مسلسل المصروية، وحصل بينهم صداقة جميلة وشفافة، وشافت فيه الشفافية والإنسانية والحب والحنان. قصة حب جميلة عاشتها الفنانة عبير منير مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ربنا يرحمه ويتغمده بكامل الرحمة والمغفرة.